صباح الخير، تعالوا مع بعض نعمل أكلة مطاعم في 5 دقايق بس. للفراخ المشوية تبلتها بملح فلفل كمون بصل بودر بابريكا بهارات فراخ. حطيت معلقة عسل كبيرة. العسل ده هو السر بجد في التتبيلة. معلقة ونص كبار من الزبادي. طبعا ده على حسب الفراخ، لكل كيلو فراخ لكل كيلو من الفراخ. وفصين توم. المقادير دي لكل كيلو من الفراخ. البهارات معلقة صغيرة من كل حاجة أنا ذكرتها: ملح فلفل كمون بصل بودر بابريكا بهارات فراخ. هقلب كويس وهحط معلقتين كبار من الزيت، والبابريكا بتكون مدخنة. تمام. هنا أنا ما كانش عندي مناديل للمطبخ، فجبت الفوطة اللي هي ممكن نستخدمها مرة واحدة، ونشفت الفراخ بالطبطبة كده. الفراخ دي أنا كنت نقعاها في مية من قبلها بليلة، مية وملح وورق لوري وليمون بالقشر بتاعه، يعني رميت الليمون في المية وبعمل فيها فتحتين علشان التتبيلة تدخل جوه. وهنا انا بوريكوا واحدة كمان، الفتحات بتدخل للعظم علشان التتبيلة، الفرخة تشرب التتبيلة من جوه كمان. انا هنا ولا قلت لكم اعملوا بصل ولا طماطم ولا اضربوا بالبلندر ولا الكلام ده خالص. التتبيلة دي بسيطة جدا وهتطلع لكم طعم الشوي في الفراخ تحفة. جربوها مش هتندموا. هنا انا دعكت كويس الفراخ بالتتبيلة وغطيتها غطيتها كويس قوي، وحطيتها في التلاجة من 6 ساعات لغاية 24 ساعة، يعني انا حطيتها قبلها بليلة. هنا انا طلعت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. طعمها ريحتها سوري يا جماعة انا هنا جعت. ريحتها كانت تحفة، يعني بجد اول ما فتحت ريحة الشوي اصلا طلعت في البيت كله. هنا بالنسبة لي المنقذ الاير فراير. انا طلعت الاير فراير حطيت فيه الفراخ، بيقعد تقريبا 40 من 40 ل45 دقيقة، 50 دقيقة على حسب الاير فراير بتاعك. تمام. بحطه على حرارة او في الفرن. هتحطيه في حرارة 180 في الاول، بعد كده هتعلي الحرارة او 175. هنا بقى تعالوا اعمل لكم شوية رز بتاع المطاعم تحفة، هتدوقوه بجد هتدمنوه. معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت على حسب اللي انتي عايزاه، على حسب الرز اللي انتي هتعمليه. هنا حطيت لومي حبهان مستكة قرفة وفلفل حب، دي البهارات الصحيحة. بعد كده حطيت ملح وكركم وشوحت كل دول في السمنة والزيت اللي انا كنت مسخناهم في الاول. حطيت كوبايتين من المية المغلية. هنا انا بحط مقدار الرز ونص كمان، يعني مقدار ونص من الرز. تمام. الرز ده يا جماعة انا كنت نقعاه في مية مغلية لمدة ساعة قبل ما ابدأ اطبخه. جربوا الطريقة دي، جربوا ان انتوا تنقعوه وهيودي الرز في حتة تانية بجد. بجد ثقوا فيا، الرز ده تحفة تحفة تحفة. هنا كانت الريحة قلبت البيت، والكركم طبعا واللومي والحاجات دي، كأني قاعدة في مطعم. وطيت وغطيت بعد ما شرب ميته. حمرت شوية بطاطس. الأكلة دي سهلة جدا وبسيطة جدا، مش محتاجة مني غير نص ساعة أو 40 دقيقة في المطبخ بجد. شايفين دي درجة السوى اللي أنا بحبها في الفراخ؟ شايفين اللون طالع عامل ازاي؟ طبعا قطعت شوية سلطة، وتعالوا بقى شوفولي الرز عامل ازاي. واو، مفلفل وطعمه تحفة وكله لون واحد، ولا غلطة ولا غلطة. الرز كانت ريحته واو. صبيت شوية عصير، طبعا كان في كوباية تانية بس انا الفيديو ما جابهاش. وباي باي.